مع نهاية الصيف أحب أنهي بآخر أفلام المصرية اللي اتفرجت عليها أفلام الصيف، والفيلم ده أنا شايف إن هو يعتبر للكبار فقط ومش عشان اللي في بالك. جاهزين؟ أهلا على سلام في قصة ولا مناطق. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناطق؟ فيلم النهارده وش في وش. انا عايزه اطلع وخلاص. قولي لي يا بنت، هو مد ايده عليك؟ رد عليا يا شريف، انا مش فاهم اي حاجه. عشان انت المفروض راجل، والمفروض ان انت بتتحمل الحاجات دي بنفسك. احترمي نفسك. محكمه ايه اللي انت عايزنا نروح؟ لك يا عمو انا اعتذر للحيوان ده. اعتذر يا مهاب واخلص. حاضر، في الاول وفي الاخر احنا اهل. ولو حكمت اخطف لك الواد. يلا يا تافه. ده اغرب موقف اتعرضت له في مجال عمل، عيلتين يبان عليهم الاحترام، لكن الظروف خلتهم في مواجهه بعض. انا من مصر، هم من ايجيبت. زوج مثالي. ما تهددهاش واحنا قاعدين. بس يا حبيبي بتتكلم ليه؟ احنا مش بلطجيه زي الجرابيع دول، واحنا ناس بلطجيه. بعد الحبسه اللي احنا فيها دهيت اي احتكاك ممكن يودي الكارثه. بيعمل اللي هيريحه وبس، وتتحرق انت بشغلك وعيالك اللي لازم تنيميهم طز فيكي. مشكله الست انها مش راجل. الفيلم بيتكلم عن زوجين بقالهم 7 سنين متجوزين، وبيحصل بينهم الخناقات الطبيعيه والمشاكل العاديه اللي ساعات بتكبر زياده عن اللزوم وبيتدخل الاهالي، فالموضوع بيكبر لحد الطلاق، بس هما لسه بيتناقشوا. فلما الخناقه كبرت هي جابت باباها ومامتها واخوها، هو جاب باباه ومامته واصحابه، الموضوع قلب خناقه كده على خفيف، ادى ان الباب بتاع الشقه الحديد اتقفل عليهم ومش عارفين يخرجوا، فضلوا محبوسين في الشقه من الساعه 12 بالليل لحد 8 الصبح. فطبعا الفيلم بيكلمك على مفارقات واحداث وبيبين لك سوء التواصل بين الزوج والزوج، وان كل واحد بيقول نفس اللي اتقال في الخناقه بس بطريقته. يعني الزوج بيقول نفس الكلام بتاع الخناقه بالظبط، بس بيقوله لما بيجي بيحكيه بطريقته ان هو الطيب وهي الشريره، والعكس صحيح. هي بتحكي المشكله والخناقه اللي حصلت بنفس الكلام، لكن بيبان بفلاش باك ان هي اللي طيبه وهو اللي شرير. بيبين علاقه الزوج والزوجه، اللي بيتكلم بيكون قاصد ايه واللي بيسمع بيكون فاهم ايه. فالفيلم ده فعلا للكبار فقط. يعني لو واحد عنده 18 سنه مش هيفهم، واحد عنده 20 سنه مش هيفهم، واحد عنده 25 سنه ولسه متجوز مش هيفهم. الفيلم ده تقريبا للناس اللي فوق ال30. حتى في افيهات او في بعض الجمل انت فاهمها لانك انت متجوز بقالك كتير، ففاهم الدنيا فيها ايه. الناس التانية هي مش فاهمه ومش عارفه تضحك. انا بحب الافلام الكوميديه اللايت كوميدي، مش لازم الفيلم اللي يبقى فيه ضحك السنين. ورغم كده في بعض المشاهد اللي فعلا كانت كوميديه جدا. الفيلم بيناقش مشكله كبيره جدا بين الازواج، ان تدخل عنصر ثالث بين الزوجين بيؤدي لكارثه. والاهم من كده ان كل واحد بيقول الكلام بطريقته والتاني بيسمع بطريقته. لازم يكون التفاهم بين الزوجين واضح، والمقصود دايما لازم يتقال. ما ينفعش فكره ان احنا نقرا بين السطور، الكلام ده ما ينفعش معانا. انا شايف ان هو من افضل الافلام في 2023 بالنسبه لي. اقدر اقول لك الفيلم ده قصه ومناظر، لكن لو انت عندك راي تاني يا ريت تقول. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناطق؟